كيلو البوليستر بيقبل 4 كيلو بودرة. تعالى معايا على الشرح عشان تاخد خلفية عمل ازاي. طبعا ده ربع كيلو بوليستر، هحط له كيلو بودرة. بس يا جماعة دول طبعا ربع كيلو بوليستر، ربع كيلو بوليستر طبعا محطوط له نسبة بسيطة جدا من الكوبالت، فانت تزود شوية تاني. طبعا الخلطة دي حلوة جدا، دي يا جماعة رملة وعليها كسر رخام، حاجات بسيطة جدا يعني الحاجة الناعمة اللي في الاشكارة، ورملة سلكة بتوفر معاك في البوليستر حلو جدا. يعني ربع كيلو ده انا بحط له كيلو، ربع كيلو بياخد معايا كيلو، وبيبقى سايح معاك برضو، يعني بيبقى حلو جدا. ربع كيلو بوليستر حط له كيلو كيلو رملة زي دي هتظبط معاك. طب بص اهي سايحة جدا وحلوة، وتطلع معاك الشغل تقيل يعني حلو، تديها تقليبة حلوة. عايز اي حاجة تقيلة، شغل شيفات، شغل اي حاجة عايزها حلوة وتقيلة، مية مية. بص طبعا لسه سايحة، يعني انت لو عايز تديها تاني تديها برضه، هتديها تقليبة كويسة. لو هتشتغل تحف مفرغة، انا ما اشتغلش تحف مفرغة، انا اشتغل تحف صب كامل مصمطة. لكن لو اشتغل الربع كيلو تحط له كيلو الا ربع من البودرة. طبعا دي اهي رملة خشنة وكسر رخام، كسر رخام مهزوز. طبعا الحاجة اللي صغيرة جدا البسيطة، تاخد الحاجات تهز الكسر الرخام وتهز الرملة السلكة، تطلع منها الناعم، تخلطهم مع بعض، هتديك المنتج ده طبعا، وتخلطه بالبوليستر هيبقى ممتاز جدا. طبعا بص يعني هو سايح حلو جدا اهو، وهيديك نعومة برضو. يعني انت لو عايز حتة تبقى ناعمة هتبقى ناعمة، تبقى مية مية وهتوفر معاك. طبعا ده ربع كيلو بوليستر، حطيت عليه كيلو بودرة، كيلو بودرة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.